كارول، اغلبيه عناوين اغانيك بتروح فل و وخليكي بحالك ايه يعني دايما في حدود مثلا حخونك، السما. هيدي شو ايه؟ حخونك هي انا كتبتها. انت كتبتيها؟ الغنية كتير اخذت سكسي مع انه ما صورتها يعني وحتى ما دعمتها ابدا. كاتبه هيدا قدري كمان. وهيدا قدري كتبتها وكاتبه سهرانين يعني صار لي يمكن لهلا صرت كاتبه 10 اغنيات بمسيرتي وبحب شارك دايما بافكاري. بحس انه الفنان اذا بحب الكتابه وحابب يعبر عن مواضيع هو عاشها او تجارب، ليش لا؟ حلو يشارك الناس باحساسه. انت بس عم تكتبي لإلك ولا عم تكتبي لحدا ثاني؟ لا عم بكتب لإلي، مش عاملتها تجاره يعني انا طب اذا حدا طلب منك؟ في فنانه مصريه ما رح اقول شو اسمها، نجمه يعني كثير مهمه. طب بس تكتبي كلمات الغنيه تبعولك، قد ايه بتبيعيها لحالك؟ ما هي مشكله ما حدا بيدفع لي عليها. عن جد؟ لا أنا لا يتمن الشعر اللي بيكتبه يا عادل، لا يتمن. طيب شو القصة؟ ليش هالعناوين؟ لحظة أكيد خليكي بحالك أكيد عم بمزح، لما بكره بلش الصحافة تكتب إنه شايفين بحالنا. إيه هلا ليش هالعناوين غريبة يعني؟ خليكي بحالك حخونك. بحب المرأة حتى برومانسيتها تضلها هيك قوية وعندها عنفوان. يعني بتحس هيك بكل كليباتي لو في زعل وحزن بينتهوا بأمل، بينتهوا ببسمة إنه أوكي خنتني، طيب أوكي يلا هوز نيكست. ايوه عرفت كيف؟ انه انا بفتح صفحه جديده والحياه ما خلصت وممكن احب مره ثانيه. ايوه وعن جد والدليل ليك هلا نحن عشنا بحياتنا مراحل ما حبينا وتركنا وهيك، لك وهياني انا كثير منيحه ومبسوطه بحياتي. طب وليد قبل ما يتجوزك شاف هول العناوين تبع الاغاني؟ الحقيقه هو ايه يعني كان معه خبر يعني؟ ليك اوقات بيغار بس يعرف انه غنيه كتبتها. ليه؟ هلا مشكلتي ما بقى عم فيني اكتب مواضيع قوية لانه بصير خايفه او بفكر اقول هم مواليد ايه عرفت انه ما كركي عم تكتب عني وخايفه تقلي او مش يعني شوي محرجه بهذا اول مره بقولها على الهواء. محرجه يعني بيطلع على بالي اكتب موضوع كثير قوي بقول بس هلا اذا نزلت يمكن وليد يفتكر انه انا قصدي شيء معي بس انا عن جد مش قصدي. مشكله هيدي حلوه اوقات كمان بس تكون حر هيك واعزب حتى بهالشغله ما بتفكر تكتب هيك حخونك مثلا. تصور هلا انا كتبت حخونك بعد ما تجوزت بيقولوا هيدي في شيء هي وجوزها واكيد كتبت الغنيه جوابا على اللي عم بيصير. هو وليد لمح لك شيء انه حخونك يعني كنت قبل ما نتجوز بشوي حطيتيه بالجو يعني ما رقت الغنيه ما رقت عادي. تكتبي شعر يعني؟ لا مش لهالدرجه انه وجهه نظر. في محلات معينه مثلا بتروح قاعده مثلا انه مثلا واحد بيبقى قاعد بالليل كثير على البلكون مثلا على البحر بالليل ولا لازم يكون الكل ناموا يعني حتى بطلع بكون نمت برجع فجأة بوعى بدي اقعد لحالي بقعد قاعدة حلوة بالجاردن او بأي مطرح وبركز بيجيني هيك ما بتعرف فجأة أكثر شيء بالطيارة على فكرة. بالطيارة بس كون مسافرة مشاوير طويلة. أنت بتخافي هلا بالطيارة؟ مثلا هلا رايحة عندي سفرة على أستراليا 24 ساعة يا عادل بعرف عملتها. وأنا هلا هي ثاني مرة بعملها 24 ساعة. وين رايحة؟ أستراليا لا على ميلبورن. وعلى فكرة هون بدي عن جد بدي أشكر كثير غرفة التجارة والصناعة بميلبورن مسيو فادي الزقي على هالدعوة هيدي. بدي أقول إنه سولد أوت الحفلة. حفلة سولد اوت من 15 يوم وانا بخلص حلقتك هلا ودغري بطير على استراليا على ميلبورن. ماشي فشخه ميلبورن. ايه ماشي 24 ساعه بيمرقوا هيك بس ان شاء الله توصلي بالسلامه. ميرسي ثانك يو عادل. وسلمينا على ميلبورن لانه من فتره وصلت ايه بعرف. ميرسي. عم بتحفظي طالة ولا في عندها ناني؟ لا انا بحفظها. انت بتحفظيها؟ حياتي شرطي سريعه بالتحفيظ؟ ايه وقعت تقول لي هلا بدي اقعد احفظ هون. لا مش تعمل لي لا تعمل لي لا بوبيه اوكي. لا شو ولدين كارول تحدي بيني وبينك بالحفاظ. في حد بدي اعمل سبق انا وياكي بدنا نشوف مين بيحفظ الولد اسرع. عن جد. هلا هي بدها كيف تعلمتي يعني؟ لا ما بعرف حرام انت بدك هلا انت تنافسني يعني بهالموضوع صعبه هيدي صعبه. طب هات لنجرب انا وياكي ما بعرف علميني كيف بحفظه. هلا هذا شو هذا حفاظ؟ هذا حفاظ لهيدي للبوبيه. هذا البوبيه اوكي ليك لحظه في لها بيبروني. طيب تشربيها من هون
اوكي ممكن ينزلوا. انت شربها بيبروني وانا بحفظ. يلا لحظة نشوف كيف هلا بدها تصير الحفاظ. اوكي لا عليك، انا معروفه بعرف حفظ، فرجيني جبت لي اللي عامله الكبيره يا دي. ماشي اوكي يلا. هلا انت حفظ اللي عندك، انا بدي احفظ اللي عندي لحتى نشوف كيف. بدنا نشوف كيف بيصير قصه التحفيظ، مين اسرع. لحظه بدنا نبودرها شيء. ايه هلا بلا بود. يلا بدك بودر على السريع. ايوه اوكي لا يلا ليك عادي. ميلة التلزيق بدك تحطه تحت. ايه عرفت؟ ايه. وعلي الاجريه للبامبينو. انت عاطينك صبي وانا بنوتات اثنيناتنا. لا بنوتات بلا ايه. طب لحظه ايه لحظه عم تسمعيني؟ طب ما لا قلت لك التلزيق وين تلزيق؟ ايه هون. ايه التلزيق هون صح. يلا يلا 1 2 يلا لحظه 1 2 3 ايه. علي افتح لها اجريها هيك. افتح لها اجريها. كيف الحديث هذا؟ اوكي تلزيق هون على جنب. وين هو؟ ليك وين هون؟ لا هيك يا عادل هيك. ايه هيك. ايوه هي مرتك بكره شو رح تشكرني؟ لا ما عندي ولد انا. عم تهتم فيه؟ بس هي بتهتم فيه انا. شو اوكي يلا هيك. حاطه بالقلب. بك ايه ارجع عيد. طب خلص ربحت. خلص ربحت انا. اوكي ها طلت الدنيا هاي. البوبيه تبعك اهضم من تبعيتي. شفت؟ ليك التيتين كمان. ميرسي. هيدي انا هيدي اللي عندي منقمه. ليك كيف كلها بودره. عذبتك اذا حفاض وما قدرنا نحفظها. ما عم ينزلوا. بدك تخليها معك؟ ايه مهضومه. ليك شو مهضومه. ليه كارول؟ ايه مذكره اول مره كذبتي فيها على اهلك؟ شو مكذبه كثير. لا نحن وصغار يعني اكيد كذبنا. عن جد؟ ايه بس بتذكر شو كانت الكذبه. قد ايه كان عمري؟ ايه كنت بعدك بالمدرسه يعني وهيك؟ لا اكيد لو الطفل كذب يعني من اول ما بلش يحكي ببلش شوي هيك يكذب. بلش تفنيص دغري. لا هلا انتبه، الولد فضيحه، انت بتعرف ولد فضيحه. مثلا يكون مثلا انت الاهل عم بيحكوا عن هذا، يا الله هذا الجار شو ثقيل وشو بيحكي وشو كثير حكي، بدق الباب بيجي الجار لعندك. عمو انت كثير بتحكي. فضيحه. ماما والبابا هلا قالوا ان انت بتحكي كثير. هذا ستيل انا هيك كنت. ايه فضيحه. بدي اعذب بس بدي اخذ هاي حتى حد اختها لانه توينز. هلا بلش تبكي هديك لانه قاعد بصير نعمل كات. عدي حد هاي. انت اول مره شفت $100 بجزدانك؟ اول مره شفت حلوه هيك. حسيت انه بلشت تعمل عم تنشي. اول قبضه قبضتها كانت شي $400. كنت بعدني مخرجه بالجامعه بالمسرح ومثلت دور بمسرح المدينه وعطيوني $400 على شو 4 اشهر تمرين. من بعد ما تمرنا 4 اشهر وعرضنا هونيك 3 جماع قبضت $400. شو شفتهم يعني مش معقول. بس هي بال 96 يعني ال $400 كانوا معلوم. ايه معلوم. هي اول قبضه بتذكرها ما بنسيها. طب اول مره اكلتي بوكس فيه يعني انه بوكس عاطفي خلينا نعتبره. بوكس عاطفي. فكرت بوكس او ضرب بوكس عاطفي. مين ضربك ليه؟ حدا مد ايده؟ لا مره في ممثل كنت عم بشتغل معه اسمه رفعت طربي. بالمسرح ممثل معروف لبناني كثير مهم. كبير الكبير بقى انا كنت عم بمثل معه. قلت له ليك انا ما كان عندي بعد خبره كثير باللايف على المسرح وهيك بالتمثيل. قلت له انا كثير بخاف وما بعرف شو بيصير لي على المسرح وعندي تراك بالكواليس عم بحكي ودخيلك وعم برجف مش قادره وشو هيدا. طلع فيي قال لي عن جد ايه. اوف. انا طلعت هيك بلحظه بدي اجي اضربه يعني ما فهمت ليه عمل معي هيك. قال لي رقتي هلا. معقول؟ قلت انا شو هالشوك هيدا. وعن جد تمسحت طلعت على المسرح ما عندي تراك. طب مذكره اول مره طلع البخار من راسك؟ طلعت كبرت يعني هيك عصبتي وكذا اول مره يعني اذا بدك تقول مره كنت راجعه. كنت اول مره بسوق برات يعني تعلمت السواقه وطالعه اوتوستراد هيك. كان معي رينو 5. ما بعرف اذا قطعت مرحله رينو 5 الزرقاء. طبعا هول الصغار الحلوين مرنا فيهم كلنا. كنا راجعين من حفله التخرج وانا راجعه وصفيت على جنب الاوتوستراد جونيه ومش عارفه انه في جل تحت وما بعرف بعد بالسواقه مزبوط. امتى انا
طفيت السياره، بعد شوي لقيت حالي انه لا انا كثير بعدني معرضه للاوتوستراد، يعني يمكن يجي حدا يفوت فيي. رجعي يا بنت هالسياره اريير. حطيت بوين مور وهي مطفيه. السياره مطفيه وحطيت تكرة، ومن قد ماني ذكي بدي اوقف عم حط فرام ما عاد توقف، ضليتني. في مصطلحات لازم نفسرها ونشرحها. ايه؟ البوين مور يعني هي البامور. الفرا هو الفريم. مزبوط. الدبرياج هو الامبرياج. كفي. صح. فحطيت بلشت تكر السياره، فريم 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 فريم، ما في ايه؟ نزلنا بالجل. نزلتي بالجل؟ كنت عم بسمع ام كلثوم انت عمري. انت عمري. صح. قلبت السياره وبوخر راسي، هيدي كانت اكثر مره ببوخر راسي عن جد فيها. بتذكر غنية بصباح الألف الثالث. انت كيفك مع الانتقادات؟ بتضايقي بس حدا ينتقدك او شيء؟ ابدا عادي. في شيء حدا معروف ما بيتعرض للانتقاد؟ ايه، لانه في واحد قال انه شفنا دراسه العقل بتمها لكارولي عم بتغني. ايه هيك مزح بتتقبليه انت بالعاده؟ إيه بالعكس انبسطت يعني. ما بعرف ليه انا بوقتها كنت بتذكر وقتها كان رصاصه سوداء تكون. ايه ما هي المشكله لانه رصاص كان نرسرس فيه كان اسود. ايه فكيف ما كبرمت وعليت بدها تنشع الاسود. هلا بعده بس بيضناه. تغير. بتخاف من الخربر؟ اكره شيء عندي روح عند دانتيست. اللي اي حد سوري عن جد ما حدا يزعل، ما يزعلوا مني الدانتيست. ما بحب روح عند دانتيست، بنزعج. لا ما هي شغله اصلا شغله كومن. في شيء مزعج يعني. ما بعرف اي نوع حكيم ثاني ما عندي مشكله معه. بس مش دانتيست. فهمت لوين بدك توصل. طيب ماشي. بدي شوف انا وياك هذا الفيديو. وبدي تخبريني بس انه وين صارت معك هالقصه وكيف وشو صار معك. اوكي وين؟ اوكي يا عن جد. هون شو صار معك؟ لا هون وين كنت اول شيء؟ بفرنسا. اوكي. عم صور فيديو كليب مع الاحصنه، وبعدنا ما لبسنا تياب التصوير يعني، ورحت انا شفت هيك اسطبل وحاطين احصنه بتاخذ العقل وبيض مثل ما شفت هون. قربت وانا بحب الحيوانات كثير، وقربت عم غنجوا للحصان وهيك، مش عارفه انه الشرايط اللي حاطينها مكهربه. وانا تاري انا وعم غنجو، يمكن دقيت بالكهرباء، ما بقدر اكيد مش لو اكثر من هيك متت يعني. قد ايه فولتاج تبعيتها؟ ما بعرف. نفضتني هيك الكهرباء يعني، نفضتني وانا من نفضتي نفضت الحصان معي. لا انا نقزي تبقي صوري بلبنان يعني. ما في كهرباء. صح. المخرج دائما بتصوري معه اسمه تييري. تييري شو؟ تيري فيرن. يعني عم ننجح معه. ليش دائما لا لك ليش عاد انه بيقدر يفرجيني بكذا شكل وبكذا ستيل وبكذا شخصيه، وبعدين في كيمستري انا وياه بالشغل كثير، و صرنا عاملين يمكن شي 14 15 فيديو كليب من 2006 لهلا، وكل كليب بيعمل نجاح كثير حلو. وفي ناس حتى هلا على السوشيال ميديا كاتبين انه عن جد مع انك عم تشتغلي مع نفس المخرج بس كانه دائما بنحس بيعطيكي روح جديده، وطالما نحن مبسوطين مع بعض بالشغل ليش لا يعني بنكفي. وصار عم بيعمل لك سعر ولا انه عادي صار في بالتقسيط؟ هلا صار مثل كيف تشتري السيارات بتقسطهم بالشركه. لا جول فيرن اسمه شو؟ تيري فيرن. ألبوم ذكرياتي انفقد من الاسواق. صح مزبوط. انا كثير يعني زعلانه انه اقول هالشيء للفانز. صورة كثير حلوه بتجنن. ثانك يو. بيوتيفول. انت اسم الله عليك. ميرسي عادل. نزل بشهر ابريل يعني بنيسان الماضي. اول نسختين عن جد انباعوا دغري بسرعه، بعدين اختفى من السوق اصلا لانه صار في مشكله بين الشركه المنتجه وبين الموزع. يعني اول ما بس ينزل الالبوم بيعملوا نسخه. سديين نزلوا. ايه هن اثنين. ايه كيف صار؟ من بعد ما قطع يعني اول شهر ثاني شهر صار له هلا 3 اشهر البوم ذكرياتي للاسف مفقود من اي ستور، ما فيك تلاقيه، حتى بفيرجن ما فيك تلاقيه. عم نجرب نلاقي حل لانه في مشكله بين الشركه المنتجه وبين الموزع، مخنقين ببعض يعني. متمنى انه الموضوع ينحل قريبا لانه انا انظلمت يعني. أكيد. انا منيح اللي في انترنت للواحد يقدر يسمع الاغاني بس هو مش موجود ديجيتال؟
موجود ديجيتال، بس كمان الناس انغامي بلا، بس لما الفنانين الفان بحب فنان بحب هيك يمسك شيء فيزيكال بايده، يكون عنده شيء مثل ايه اكيد هذا ارشيف حلو، خاصة انه الصورة حلوة يعني بتخلي الفانز يعني بينبسطوا بصورتك بهالصورة. فبوعدهم انه ان شاء الله تنحل المشكلة قريبا ويرجعوا يشوفوا الالبوم بالاسواق. في كليب مخلصة بلش ينعرض هلا جديد على الام تي في. مزبوط، بدنا نشوف هيك مقطع منه. اوكي. أنا جيت لك ليه وجرحت نفسي وهنتها، ده ما تستاهلش ولا ثانية واحدة وقفتها، ولا دمعة نزلت من عينيا في يوم عليك. طب ايدها شيلها من ايديك، ما تستاهلش كمان غيرك، ولا حب ليك ولا حبها. أنا جيت لك ليه. حلو الكليب. ثانك يو. ميرسي. هذا كمان اخراج جول فان. تيري. ايه هلا هو بيعمل الستوري بورد كل شيء، ولا بس مش بيستلم الاخراج؟ لا ليك انا كل غنيه ببعتها على الصوره بس يعني. لا كل غنيه ببعتها لتيري، بكتب له شو بدي هدف منه، يعني شو بدي وشو المسج بدي اوصل من الغنيه، وباي مود حابه يروح، وباي الوان حابه يروح، وباي جو مثلا شتاء او ربيع او كذا. لا كثير نتشارك بافكارنا، يعني معظم الكليبات فيها 50% من افكار تيري و50% من افكاري دائما. حلو حلو حلو. بتخيل المفروض انت تحطي انبوت بالموضوع، لانه انت ممثله يعني صح، ودارسه اخراج كمان، عندي شهاده بالاخراج، الماسترز بالاخراج. صار لك زمان ما اشتغلتي شيء هيك مسرح دراما إيه؟ يعني اخر شيء شفناه بقصه حياه الشحروره. عم نحضر نص ان شاء الله نقدر نخلصه ل 2017 بمصر. عم نحضر نص. انا بعشق التمثيل، يعني التمثيل منه شغله سنويه عندي، لا بعتبره من اولوياتي. انا بدايتي كانت بالمسرح، وان شاء الله اقدر هالسنه ب 2017 يعني يكتمل هالنص ونعمله ان شاء الله خير. في شيء غير اعمال عم تحضريها؟ اكيد. اول شيء هلا من بعد ما ارجع من استراليا عندي دعوه من السفير اللبناني بابو ظبي لاحياء عيد الاستقلال اللبناني بجامعه السوربون بابو ظبي. وعندي كمان بدي ارجع على لبنان، عندي حفله للجيش اللبناني عزيزه على قلبي. وبرجع كمان ب 18 نوفمبر عندي حفله مهمه بمصر لاعلان عن مشروع مهم، مش لإلي يعني، عم بيفتتحوا مشروع انا مقدميني لأنا غني يعني. كارول الله يوفقك، تستاهلي كل خير. ميرسي عادل. انا انبسطت فيك كثير. ميرسي. شو جبتي لنا معك؟ كادو؟ ايه وين؟ شوف ان شاء الله يكون على مين بده يساعدنا عند أديب. اوكي يلا خليك واو جايبه كذا شغله وجبتي لي طبعا فطور. اول شيء البوم ذكرياتي يكون سوفينير يلي هو هذا الفقد المفقود هذا حاليا من الاسواق، وجايبت لك من الفيفا. ايوه هيدا البالون قدمت لي اياه الفيفا بكأس العالم بعمان، وعزيز على قلبي كثير، يعني لا استغني عنه. شوف قديش انت انا عزيز على قلبي حياتي. هيدا لقلبي. نايس. هلا هون بدك تمضي لي على البالون وتمضي لي على السي دي. اكيد بس نخلص. اكيد. والهديه المفاجاه، انا بعرف انه انت بتعشق شيء اسمه هارلي ديفيدسون وموتويات، بدك تساعدني يا عادل. يلا هيدا عنك. هيدا عنك. ها ايه والله جبتي لي دولاب؟ لا مش هذا الدولاب. اوه كارول. وليك شو مكتوب من ورا عليه؟ وين؟ هيدا حكي؟ ايه هيدا حكي عادل كرم. بيعقد جنن. I love it. مبروك. كارول. ايه ثانك يو كثير. ميرسي عادل. كثير مزوين الهدايا. انا بدي اشكرك.
نحن على السريع اول شيء الكادو كادو لتالا يلي هو نحن وفيرجن ميجا ستور اكيد. احلى شيء. ثانك يو ثانك يو. حبينا هيك يا نوسه. شو هي؟ هيدي البامكن باج اول شيء. او ماي جاد. ايه اوكي وهيدا فروزن ايتم. مكسر الدنيا فروزن هلا، كل الاولاد مهووسين بفروزن بعقد. ثانك يو. هيدا اول شيء. ميرسي. نحطه هون. ولانك انت مغرومه موسيقى وذوقت موسيقى. اوكي. ومعلمه موسيقى كمان. لا مش لهالدرجه. عم بحكيك جد. اوكي طيب. لا عن جد مش عم جاملك هالحقيقه. حبينا كمان نحن وفيرجن ميجا ستور نقدم لك هذا ال بي بلاير. واو جميل. مين عم بيقري لي افكاري؟ بيوتيفول ايتم. بتعرف انه كنت بدي اشتريه انا هيدا؟ عم تحكي جد؟ لا 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 ما تشتري ما تشتري. ثانك يو سو ماتش. تعالي عندك الجمعه فيرجن بقدم لك. ثانك يو سو ماتش عادل. ما فيرجن لمين؟ رائع الكادو، رائع رائع، ميرسي كثير. حتى كمان والاحلى من هول سديات. واو فيروز بالاولمبيا بباريس. ثانك يو ثانك يو. بيبي كينج. بيبي كينج. يس بيوتيفول. فيري نايس. اما هلا هون شغله كمان كثير حلوه. بصراحه هيدي مش مني ولكن شخص عزيز على انا على قلبي كثير وعلى قلب كثير ناس. وابن ضيعتك. اي بس لحتى بعد هيدي ابن ضيعتك يلي هو الاستاذ ملحم رياشي. ملحم صديق. ملحم صديق عزيز. ملحم رياشي اللي هو من نفس الضيعه اللي انت وياه من الخنشاره. مضبوط، صديق قديم وعزيز كثير وقرايب. ملحم بعت لك هيدا الايتم يلي هو انين تنبيد. واو هو ليميتد اديشن. ثانك يو. ومدير ماريو حنا. لا اوكي. فملحم عن جد بدي كمل. بدك تقول يعني 300 سنه من عمر هيدي من ملحم. اوكي 300 سنه من عمر دير الخنشاره. هديه من القلب لفتاه عصاميه لم تعرف التعب. نكرم حين تكرم مع محبتي ملحم. شو حلو. بس وهيدي هاي القطعه الحلو فيها انه ليميت رقم 23 يعني عملوا منها كذا وحده. بعدين دير ماريو حنا 100 حبه اذا ماني غلطان. أوف. وهي لإله حب يقدم لك اياها. ميرسي كثير. ملحم بدي اقول له بس شغله انه ملحم عم بيلعب دور سياسي هلا كثير مهم. وانا كثير سعيده بشغله وهو كل عمره حدا طموح وذكي جدا ودائما في هيك لفتات مثل هاللفته الحلوه. ودير ماريو حنا كثير بيعني له هذا الدير بضيعت كثير مهم. ثانك يو سو ماتش ملحم. ثانك يو. هلا هو بصراحه هو جاب لنا جاب لك مبيد. ايه بس هلا ب 31 اذا مش الحال رح نفتح لك شامبانيا ملحم. كارول اخر كلمه لك حبيبي. شو بدي اقول عادل؟ اول شيء ميرسي انه انت بتفرفح قلوب العالم. تسلمي. كثير بحاجه بالاشياء اللي نحن عايشينها بلبنان خاصه انه نعطي هيك تاتش هابينس وفرح وشيء بوزيتيف للعالم. ميرسي على ضحكتك الحلوه، على خفه دمك، ثانك يو على استضافتك الحلوه وان شاء الله يكون وجه خير عليك. اكيد 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 اكيد. قبل ما نختم نحن وياكي بخليكي بحالك بدي اقول ثانك يو لكل المشاهدين وان شاء الله الموسم يكون خير وبركه ونكون على قد المسؤوليه. وبتمنى اكيد 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 مثل كل اللبنانيه بنتمنى انه يكون عندنا رئيس بقى خلصنا. وبدي اذكركم انه تسمعوا دائما الحلقات على اغاني على الموجه يلي هي 98.9. وبدي اقول لكم هلا لوقتها الاسبوع الجاي رح اشتاق لكم لانه عن جد اشتقت. ايه والله اشتقت. حلو حلو واحد. وبدي اقول لكم ما تنسوا بحلقه الجاي ضيفه فنان كثير مهضوم ولذيذ وهلا مكسر الدنيا. نصيف زيتون بحبه كثير. وبدي اقول ميرسي للجمهور وميرسي للفرقه وميرسي للجميع. بدي لكم تصبحوا على الف خير. بس قبل ما نختم مع خليك بحالك مع
النجمه حبيبه الجماهير كلها. ثانك يو. حبيبه قلبي Thank you. شخصيا. اي لاف هير. ثانك يو علي. بدي اقول هيدي نجمتنا، هيدي كارول سماحه، خليك بحالك. شكرا ميرسي. شلتك من قلبي من عقلي من فكري وبالي، ما بيمرق صوتك ولا وجهك حتى بخالي. شلتك من قلبي من عقلي من فكري وبالي، ما بيمرق صوتك ولا وجهك حتى بخالي. لا شو اتعذب يا عمري وضيع عندك عمري، واحلم انك قدري وكذب على حالي. لا شو اتعذب يا عمري وضيع عندك عمري، واحلم انك قدري وكذب على حالي. خليك بحالك خليني بحالي، قلتلك احسن كرمالك. يمكن لو تبعد اشتقلك، لو اني غرامك صورت الغالي. خليك بحالك خليني بحالي، قلتلك احسن كرمالك. يمكن لو تبعد اشتقلك، لو اني غرامك صورت الغالي. بيلبقلك بيلبقلك رخصت الغالي.